الله تعالى عنهم لا يجوز وحرام، وهو إثم في دين الله عز وجل كمنطلق بالنسبة لأهل الإسلام. لماذا؟ لأنه تصوير لشخصيات لها منزلتها وكرامتها عند الله سبحانه وتعالى، وهم يمثلون صفاء الإسلام، لأنهم هم نقلة الشريعة، وهم الذين نقلوا الإسلام إلى سائر الأمم والشعوب. فلا نجسدهم خلال فيلم، نصور بعض أجزاء حياتهم أو بعض مراحل ومحطات حياتهم، إنما يجوز للإنسان أن يذكر عنهم أفعالهم وأقوالهم، وأن يشرع لهم من خلال مدونات ومن خلال مذكرات ومن خلال سير ما قدموه في حياتهم. أما أن نجسدهم من خلال شخص أو ممثل هذا لا يجوز، ولا سيما الخلفاء الراشدون الأربع والمهاجرون والأنصار الأوائل الذين رضي الله تعالى عنهم وكتب الله أنهم من أهل الجنة، المبشرون العاشر والبدريون والأحديون، إلى أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان. فهذا هو الموقف الذي يفتي به علماء الإسلام تقريبا على العموم. أما ما يقع من شواذ الفتاوى التي تجيز تصوير عمر وأبي بكر قبله عثمان وعلي وبعض الصحابة تصويرا جزئيا، لم يأتوا بدليل لا من الكتاب ولا من السنة، إنما هذا رأيهم أو ربما اجتهادهم من أجل تقديم شخصية الصحابة إلى عوامل.